في انستراكتور هيقعد يخليك تقول وراه وهيخليك تقرا الكتاب، وقال احنا كده بنتكلم، ده نصب، انت كده مش بتمارس اللغه باي شكل كان. قعدت سنتين كاملين اولى اعدادي كلها وتانية اعدادي، او مش كلهم بصراحه، في الاجازه بالاخص بحاول اتعلم الانجليش، بنزل ابلكيشن وبعمل جدول لكل حاجه وما وصلتش لاي حاجه. ليه بقى؟ ان انا كان عندي كذا سبب. لو الاسباب دي عندك يبقى ما تحاولش وانزل اوفلاين. انا كنت يا جماعه ما بحبش الجرامر خالص، وكنت بكره الانجليش ذات نفسه، غير ان انا كنت ميح خالص، حتى مش واقفه على ارض صلبه شويه ان انا اكمل من بعديها، لا انا ما كنتش على الاخر يعني. فرحت نزلت اوفلاين. ساعة الكورس ده كنت بسمع قصص من ناس تانية كانت في أماكن تانية، يعني أنا كونت خلفية شوية عن الأماكن، وإيه الأماكن اللي بتبقى حلوة، إيه الأماكن اللي بتبقى مقلب. وعلى فكرة لحد دلوقتي عادي باخد مقالب بتطلع في أماكن وحشة، بس أنا برضو هقول لكم تحاولوا تقفشوا الموضوع إزاي. مش هقول لكم على أماكن معينة تروحوها، لكن شوية حاجات كده تعملوها عشان تعرفوا المكان ده حلو ولا وحش. أول حاجة وقبل أي حاجة، حوار الشهادة المعتمدة. بصوا ما تركزوش قوي على الموضوع ده او ما تخلوش اولويه. الشهاده المعتمده حاجه حلوه وكل حاجه، صدقني انت لما تروح انترفيو هو مش هيسالك انت واخد شهاده منين او انت ليفنج كام. في سؤال بيتسال كده في الانترفيو، حد كان قاله قبل كده على اليوتيوب، وانا يعني اظن ان هو دلوقتي برضو بيتسال، ان الاتش ار ممكن يسالك، طبعا كل الكلام بالانجلش، ايه دلوقتي المسلسل اللي انت بتتابعه، وبعد كده يقول لك احكي لي قصه المسلسل ده بقى. انت حكيت زي الفل، ما حكيتش وقلت له انا واخد شهاده انا بطير، ولا هيفرق معاك خالص. فانا قصدي من كلامي ان في ناس بتتعطل كتير بسبب حوار ان الشهاده المعتمده، والاماكن اللي بتدي شهاده معتمده غاليه، وانا مش هروح ان اخد شهاده معتمده. صدقني كل الكلام ده بلح. انت اهم حاجه في الدنيا، او اوكي ماشي هو حلو، بس كل الكلام ده زياده. انت اهم حاجه في الدنيا ان انت تبقى عارف الانجليش نفسه. عرفته بقى من البيت، عرفته من اي مكان ما بتاع، خلاص ما تعطلش نفسك. اهم حاجه تبقى عارف الانجليش نفسه. تعرف ازاي بقى مكان حلو ولا وحش؟ بص انت هتسالهم شويه اسئله. اول سؤال، وده مفيش اي مكان هيجي يقولهولك من نفسه كده، في اماكن انت ممكن تاخد 13 مستوى وتوصل لبي 2، ومكان تاني تاخد برضو 13 مستوى بس توصل لسي 1. فانت قبل ما تعمل اي حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده، هو انتوا الكورس بتاعكم ده بيوصل لليفل كام في الاخر؟ هتلاقي في ناس هتحاول تشتغلك وتقول لك احنا اخرنا بي 2، اصل ما فيش حد بيوصل لسي 1، اصل سي 1 ده بتاع الاجانب، هو بي 2 بس هنا في مصر. ما فيش الكلام ده خالص. بي 2 ده اصلا بيتحسب ان انت لسه في المتوسط، بس متوسط مرتفع، انما سي 1 هو اللي انت كده بقيت تحفه. والموقف ده بجد حصل معانا بشكل شخصي، ان انا في مكان بس ما كانش انا ما كنتش باخد فيه، كنت رايحه مع واحده صاحبتي، فسالتهم هو انتوا اخركم ايه؟ فراحت عملت كده شويه، وبعد كده معرفش راحت سالت حد ومش عارفه ايه، وجابت لي واحده بقى تانية وبتاع، وعملت حوار كده. قالت لي احنا اخرنا مش عارفه بي 2 او بي 1، مش فاكره بصراحه. قلت لها ازاي مش اخركم سي 1 يعني؟ لا اصل سي 1 ده مش بيتاخد في مصر، اصل سي 1 ده بقى بتاع الاجانب. وعملت لي حوار، كل الكلام ده فاكسان، ولو حد قال لك كده ده مش حقيقي. بس خلي بالك من حاجه، الاماكن اللي هتقول لك احنا بنوصل لسي 2 دي بقى شك فيها، ان سي 2 ده فعلا هو اللي صعب، يعني اصحاب اللغه الاصليين هم اللي سي 2. الناس اللي اتولدت مثلا من بره هي اللي سي 2، انما هنا في مصر توصل لسي 2 ده فعلا صعب جدا جدا، بس سي 1 عادي. دي اول حاجه. تاني حاجه، ركز قوي في التست ليفل اللي بيتعمل لك. لو لقيت التست ليفل بيتعمل لك بالكتابه، بيتعمل لك على كمبيوتر، الانستراكتور اللي بيعمل لك بيكلمك عربي في النص، اعرف ان ده التست ليفل ده وحش جدا، والمكان ده غالبا هيكون وحش بنسبه كبيره قوي. طيب الحمد لله رحت المكان ولقيت التست ليفل بتاعه حلو والدنيا تمام، بس خلي بالك من حاجه، ما تروحش مكان غير لما تقول لهم عايزه اجرب السيشن الاول. بس مهم جدا 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 السيشن دي تبقى اوفلاين، عشان انا لسه واخده مقلب من فتره قصيره جدا ان انا عملت كل اللي انا بقول لكم عليه ده، وبرده المكان طلع وحش بسبب ان انا عملت غلطه ان انا شفت السيشن اونلاين. والسيشن اونلاين لما انا نزلت اوفلاين المكان طلع مش حلو خالص، اتخدعت يعني. وقالوا لي اصل انت، طب ما انت لو عاجبك الاونلاين كنت اشتركي اونلاين، مع اني انا اصلا كنت بقول لهم هو الاونلاين زي الاوفلاين والاثنين زي بعض. قالوا لي اه. انت هتلاقي اماكن بقى بتقول لك لا مفيش، انت لازم تدفع الفلوس الاول عشان تجرب. وفي اماكن تانية هتلاقيها بتقولك ايه، لا انت ما ينفعش تعمل التست ليفل من غير ما تدفع فلوس الكورس. هتلاقي عمال يزن عليك تشتري عرض. كل دي يعني ريد فلاج جامده جدا. المكان ده كده بيحاول يقلبك ويقلبك باقصى سرعه، عشان مكان عجبك ما عجبكش يكون هو خلاص قلبك ومطمن. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه قبل ما نكمل. الفيديو اللي فات والفيديو ده وفي فيديو ان شاء الله جاي هقول لكم على اب واحد بس تتعلموا منه الانجليش،
ال3 فيديوهات دول سلسله يعني ان شاء الله حلوه جدا، فحاولوا ما تشوفوش واحد وتسيبوا واحد، حاولوا تشوفوا الثلاثه. طيب دلوقتي بعد انت ما جربت لقيتهم مركزين على الكتاب قوي، برضو دي بتبقى حاجه مش حلوه. ان دلوقتي انت في الكورسات خلي بالك، انت الكورس هدفك الاساسي تتكلم. احنا في المدرسه ياما كتبنا ياما قرانا، ويعني مش ده اللي مطلوب في سوق العمل. انت مطلوب في سوق العمل ان انت تبقى بتعرف تتكلم. فلو لقيت مكان مش مركز على الكلام وبيقرا ماسكين الكتاب 24 ساعه، والكتاب اصلا ممكن تلاقيه تافه جدا وفيه اكمل واختر، وكتاب بجد بتبقى فيه كتب متخلفه، فبجد دي علامه ان المكان ده وحش. وخلي بالك ان المحادثه، ان انت تبقى بتطلع بتعمل محادثه كامل لوحدك. لو لقيت نفسك في السيشن بتكرر ورا الانستراكتور بيقول حاجه وانت بتقول وراه، او بتقرا من الكتاب، او هو بيساعدك بنسبه كبيره جدا جدا في الكلام، ان هو انت مثلا بتبقى بتنطق كلمه يقوم هو يكمل لك بقيه الجمله، انت كده مش بتمارس اللغه، انت كده مش بتعمل محادثه، هم كده بيضحكوا عليك. وانت بتقرا ورا الانستراكتور، بتقرا الكتاب او بتقول ورا الانستراكتور، بس انت نفسك مش بتتكلم. المكان فعلا المظبوط اللي الانستراكتور يطلع يسالك شويه اسئله، تقوم انت تجاوب بالانجلش، ما يحاولش يساعدك خالص، وطبعا يسالك بالانجلش وما يترجمش الاسئله، ويحاول يفهمك لو انت مش فاهم، ومثلا ممكن يديك فيدباك عن الغلطات اللي انت وقعت فيها. هي دي كده المحادثه. لو لقيت في كورس مش معاه كتاب، على فكره الكورس ده كده مش غلط، بالعكس ده هو ده المفروض ان هم يعتمدوا على المحادثه والاستماع اكتر. فنقطه الكتاب دي انا ببدا اشك فيها، ما لقيتش مكان بيدي كتاب غير لما بجد الكتاب ده يعني المكان بيبقى مش الطف حاجه. وباكد تاني على حوار العروض، لو لقيت مكان عمال يزن عليك جامد جدا ان هو 3 ليفل معرفش بكام، 5 ليفل مش عارفه بكام، هو عايز يقلب اكبر قدر ممكن منك من الفلوس عشان هو عارف ان انت ممكن ما تكملش، فما توافقوش وبس تدفعوا ليفل واحد عشان لو طلع وحش ما تبقوش خسرتوا مبلغ كبير. ولو الدنيا تمام بعد كده ابقى الشهر الجاي ابقى اشتروا العروض براحتكم. الاماكن في الانجليش مش باغلى مكان، مش ان هو المكان الغالي يبقى هو اللي حلو، مش بالشهره، مش بالكلام ده خالص. يعني عايزه احكي لكم على حاجه، في مكان يعني اعلاناته في كل حته على الفيسبوك، فمشهور جدا، اي حد هتكلمه في الانجليش هيقول لك على اسمه. المكان ده وحش جدا. في مكان تاني انا برضو اتخدعت فيه كده وافتكرته حلو بس هو طلع وحش جدا. المكان ده كان الانستا بتاعه كده مليان هايلايتس لناس بلوجر وعاملين اعلانات للمكان. والله يا جماعه كل البلوجر اللي في الاعلانات دي وفي الستوري مفيش بلوجر منهم اقل من 1,000,000 فولورز على الانستا. رغم كده المكان طلع وحش جدا، وطلع كل الناس دي بجد كدابه، والمكان كان وحش جدا. فحقيقي ما تثقش في راي حد، ما تثقش في الاعلانات الكتير، ما تثقش في الفلوس يعني. فخلوا بالكم من النقطه دي، ما تتخدعوش بالاماكن اللي بتبقى غاليه وتقولوا لا غالي ثمنه فيه، مش في كل الاوقات. وبرده خلي بالكم الاماكن الرخيصه قوي قوي برده دي برده مش مضمونه، فدايما ركزوا على الاماكن اللي اسعارها متوسطه. تلاقوا مكان غالي وحلو اوكي، بس مش معنى ان المكان غالي ان دايما هيكون حلو، في اماكن غاليه وبتبقى وحشه جدا. برده في حاجه دلوقتي بقت جديده كده انا استغربتها، عشان انا زي ما قلت لكم كنت في تاني سنه في الكورس، فانا دلوقتي رايحه تانية جامعه وبحاول ارجع اخد تاني وكده. فانا اكتشفت ان في اماكن عدد الليفلز فيها بقت زياده. يعني كان انا كنت زمان في تانية ثانوي كان المكان اللي انا باخد فيه كان 13 ليفل بس، دلوقتي بقى 16، في اماكن 18، في اماكن 10 بس. بصوا برضو ما تتخدعوش في النقطه دي وتقولوا ان هو ابو 18 ده اكيد هو اللي احسن، علشان هي بتبقى الموضوع بيبقى في طريقه التدريس يعني. فبرضو حوار الوقت ده مطاط، ومش برضو مش مضمون قوي او مش بيدل على حاجه معينه، فما تركزوش في الموضوع ده قوي. اخر حاجه واهم حاجه تمام، الامتحان. لازم تعرف الامتحان بيتم ازاي. في اماكن بتعمل الامتحان اونلاين، ده غلط جدا 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 جدا. فالامتحان لازم يكون اوفلاين ولازم يكون في كلام. طيب اخر حاجه والموضوع ده معروف جدا، حته الجامعه الامريكيه او البريتش او الكلام ده. بصوا انا ما رحتش هناك وما جربتش، انا عارفه ان اسعارهم غاليه جدا، وفي بقى شهاده معتمده ومش عارفه ايه، ويعني في ناس كتيره بتحب حوار الشهاده المعتمده ده. بس هقول لكم على حاجه، لو هتروحوا تجربوا خلي بالكم من حاجتين، والحاجتين دول انا سمعتهم من قصص من ناس يعني كانت هناك وسابوهم وجم بقى كانوا بياخدوا معايا الكورس بتاعي. اول حاجه في الاماكن دي الانستراكتور بيبقى نيتيف سبيكر، ان دي لغته الاصليه، بمعنى ان هو هيعلمك كلمات كويس جدا، هيعلمك النطق كويس جدا، بس ممكن في الجرامر ما يبقاش قوي. وده معناه ايه؟ ان ممكن انستراكتور مصري يكون احسن من نيتيف سبيكر في نقطه الجرامر. عايزه اقول لكم على حاجه، ان احنا مثلا طلع عندنا فتره ترند ان هو ناس عرب تروح تعلم الناس الاجانب عربي ومش عارفه ايه وبتاع.
تخيل نفسك كده لو انت رحت علمت واحد اجنبي عربي علشان بس يأسلم او كل الكلام ده، انت هتعلمه النطق هتعلمه الكلمات، بس هل انت كواحد عربي عارف النحو هتعرف تشرح له النحو؟ لا، مش هتعرف تشرح له النحو عشان انت ما درستش ده ومش متخصص، مع انها لغتك الاصليه، بس انت مش هتعرف تشرح له النحو. فيبقى حلو جدا في النطق، يبقى حلو جدا في الكلمات، بس مش هيعرف يوصل لك الجرامر زي واحد مصري هو طلع عين امه ومذاكر ودارس وفاهم جرامر حلو جدا. في نقطة كمان، في واحدة كنت أعرفها من الكورس كانت هناك، فحكت لي إن هي عشان الراجل الانستراكتور ده أجنبي وهي بقى مصريه، تمام، فهي هما بيتكلموا بالانجلش، فساعات ما بتبقاش عارفه، مش فاهمه، فما بتبقاش عارفه توصل له هي عايزه ايه بالظبط، وهو مش عارف يفهمها. فبرضو انت لما بتبقى في مكان مع ناس مصريه عادي، انت كده كده ممنوع تتكلم بالعربي، وده المكان الصح بيقول لك كده ان انت لا تتكلم بالانجلش حتى لو هتتكلم غلط. بس انت لو اتزنقت خالص خالص ومش عارف، خلاص هتقول له كلمه بالعربي هو هيفهم قصدك ايه، او انتوا برضو يعني هيبقى في تواصل، هو هيفهم قصدك ايه، هيحاول يديك امثله فانت هتفهمه نفسك. لما بيكون حد اجنبي وانت مش فاهمه فممكن صعب قوي توصل له المعلومه والكلام ده. فاهمين قصدي ايه؟ اكد عليكم تاني، انا ما رحتش بنفسي وما جربتش، وانا عارفه ان الاماكن دي حلوه جدا وده يعني اساس الانجليش، فلما تروحوا ان شاء الله لو ناويين تروحوا خلي بالكم من النقطتين دول وحاولوا تتعاملوا معاهم، والدنيا هتبقى تمام ان شاء الله. وانا عارفه ان الاماكن دي حلوه جدا، بس انا قلت برضو اقول لكم. فشوفوا الفيديو اللي فات، خلصوا الفيديو ده للاخر، واشتركوا في القناه عشان الفيديو الجديد هيبقى تحفه بجد. هقول لكم على اب واحد بس تتعلموا منه اي حاجه ليها علاقه بالانجلش.